إليك يا من تنتهك حرمات الله في الخلوات، العادة السرية، الزنا، مكالمة النساء، مشاهدة الأفلام الإباحية، وغيرها من المحرمات. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كيف نعالج الشهوة؟ الشهوة لا حل لها إلا بالصبر أو إشباعها بالحلال، لكن ما الحل في حالة عدم توفر الحلال؟ إذا استسلم العبد لإشباع الشهوة في الحرام لن يكتفي أبدا، وسيشعر دوما بالقلق وتأنيب الضمير والشعور بالذنب، مما يجعله كئيبا حزينا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يتلذذون بها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها. هذا شعور نفسي يمر به كل من مارس العادة السرية السيئة حتى لو كان من غير المسلمين. ما العمل إذن؟ الحل في قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سورة الإسراء الآية 32. فالله عز وجل لم يقل لا تزنوا، بل قال لا تقربوه، وهذا إعجاز، ومعناه لا تقربوا كل ما يؤدي إلى الزنا، وفي ذلك يدخل الفيديوهات الخليعة، قنوات الرذيلة، الصور الفاضحة، وأماكن المجون والفجور. ونحن اليوم نعيش في عالم يموج بالإباحية، فمداخيل تجارة الإباحية تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، فالإباحية تغزو بيوتنا وأجهزتنا وهواتفنا الذكية والغبية، حتى أفسدت على المؤمنين صلاتهم، وحولت كثيرا من الناس إلى حيوانات تركض خلف شهواتها، وانكسرت روح المؤمن، وانجرحت الفطرة السوية، وهذا داء تساوى فيه النساء والرجال بحد سواء. إنها حرب من أخطر الحروب، لأنها تتسلل إلى مخادعنا وأطفالنا دون أن نشعر، وتحطم نفوسنا إن لم ننتبه لها، ولا نستطيع الهرب لأنها صارت في كل مكان. هل الحل في الزواج؟ للأسف لا، ليس كليا. هناك من المتزوجين من يعانون نفس المشكلة، وكم من الزيجات دمرت بسبب هذا الداء. فلا مهرب منها إلا بالتحصن بحصن التقوى والخوف من الله، ولا بد من أخذ قرار حازم بالإقلاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية. ولا شيء يقع إلا وله أسباب، ومعرفتنا للأسباب والعوامل المؤدية لفاحشة الزنا تضع أيدينا على الداء، والوقاية منها وسد الطرق المؤدية إليها يكمن فيها العلاج والدواء. والعاقل من وعى هذه الأسباب وأبعد نفسه عن مخاطرها وألزم نفسه بها، وهذه بعض طرق العلاج. قوة الإيمان بالله تعالى وتذكر الآخرة. وجب على العبد ليعصم نفسه من الفواحش أن يقوي إيمانه بالله، وأن يتقي ويخشى سبحانه وتعالى، ويستحضر هيبة الله وعظمته، ويتذكر وعيده وعذابه لمن خالف أمره وارتكب ما نهاه عنه. فإذا ملأت مخافة الله سبحانه قلب العبد كان مبتعدا عن نواهيه أشد البعد. آداب غض البصر وكف العيون الخائنة من البحث عن العورات، فغض البصر والسمع عما يثير الغرائز والشهوات من أغاني ماجنة وأفلام عاهرة وصور عارية نجاة للعبد وراحة لقلبه وعقله، لأن مد البصر والسمع للشهوات هي الخطوات الأولى التي يقود بها الشيطان أولياءه للوقوع في الزنا. عدم الخلوة بين الرجل والمرأة غير ذات المحرم، فهذا من الطهارة لقلوب الرجال والنساء. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. تيسير سبل الزواج. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والتزام العفاف لمن لا يقدر على تكاليف النكاح. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن عف عن الحرام خوفا من الله تعالى أغناه الله تعالى ورزقه الحلال، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. التزام الاستئذان والاستئناس حتى لا تقع عين المسلم على عورات الآخرين أو تلتقي بمفاتن النساء.
تجنب الحديث عن الفواحش وأصحابها، لأن كثرة أخبارها تدعو النفوس إلى التهاون بها واستسهالها، ولا تزال تتكرر حتى تصير متداولة مألوفة غير مستنكرة. وقد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تجنب أصدقاء السوء الذين يزينون الحرام ويتكلمون في الحرام ويستسهلون الحرام ويدلون عليه، فكم من صالح وصالحة من أسرة طيبة فسد وفسدت حياته بسبب صديق فاسد أو صديقة فاسدة. فصديق السوء كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فاحشة الزنا تنقص الأعمار وتخرب الديار وتوجب المقت والدمار وتحل بأهلها دار الشقاء والبوار. فاحشة الزنا تذهب بهاء الوجه بعد ذهاب الدين، وتنزله من الأخلاق إلى الرذيلة إلى أسفل السافلين، وتوجب له البعد من رحمة أرحم الراحمين. فاحشة الزنا تسود لها الوجوه وتموت بها القلوب، ويبتلى صاحبها بالهموم والغموم والفقر والشدائد والكروب، وينزع عنه الإيمان حين يزني حتى يقلع ويتوب. فاحشة الزنا من أكبر الأسباب لسوء الخاتمة، ومن أعظم الطرق للعقوبات المتراكمة. فاحشة الزنا يضيق القبر على فاعلها حتى تختلف أضلاعه، وذلك بما قدمت يداه. ولزنات والزواني في البرزخ تنانير من نار ولهب يرفعهم ثم يخفضهم من أعلاه إلى أدناه، قد اشتدت عليهم المصائب والكروبات وأنساهم سوء العذاب ما أسلفوا من الاستمتاع والشهوات. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أمام الله. أفكلما اشتهيت زنيت؟ فمتى تتعلم الصبر؟ أفكلما خلوت عصيت؟ فمتى تتعلم التقوى؟ أفكلما يسر لك تماديت؟ فمتى تبدأ التوبة؟ تأتي المعصية فيرحل معها القرآن الكريم والصلاة وقيام الليل والخوف من الله، ثم يلحق بهما الذكر، ثم تذهب الطمأنينة، ويأتي عسر الحال وقلة البركة في الوقت والمال. وتذكر أن أصعب الحرام أوله، ثم يسهل، ثم يستساغ، ثم يؤلف، ثم يحلو، ثم يطبع على القلب، ثم يبحث القلب عن معصية أخرى. سبحان الله، إنها خطوات الشيطان. فإذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها حوارا لطيفا بهذه الآية. قال تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. فمن عرف مخاطر الزنا ومصيره السيء الوخيم في الدنيا والآخرة، فعليه أن يفر بنفسه من مواطن الفحشاء ودواعيها، وينأى بنفسه عن أسبابها، مستعينا ومستعيذا بالله. فالمعصوم من عصمه الله، والمعافى من عافاه الله. فنسأل الله العفو والعافية. اللهم جنبنا السوء والفحشاء وسوء الأخلاق. اللهم أهدنا وأهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين بمنك وكرمك يا رب العالمين. أحبتي، فقد أنشرها من باب بلغوا عني ولو آية.